يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا، ويا رب الفيديوهات بتاعتي تكون تعجبكم. بس ما تنسونيش بقى بلايك واشتراك في القناه وتدعموني اللي انا ايه وتشجعوني كده يا بنات، اللي انا انزل لكم فيديوهات اكتر. عايزه بقى اقول لكم النهارده انا جبت مارو دوت اللبن البودره بدل النيدو. انا مش عارفه هو الصراحه مقاطعه ولا لا، بس حبيت ان انا ابقى ايه في السليم واجيب اللبن التاني دوت اللي هو مارو، وطعمه طلع حلو يعني مش وحش. طعمه حلو يعني. انا عايزاكم بس النهارده تستحملوني، لان بجد انا صاحيه النهارده من النوم حاسه ان انا متكسره ومتدغدغه، كأني كنت في معركه امبارح. جسمي متكسر بطريقه مش طبيعيه، حاسه بجد ان انا يعني مش قادره بجد اقوم من مكاني. والنهارده اصلا حاسه ان انا ما عنديش باور، ما عنديش طاقه ان انا اقوم اعمل حاجه وادخل المطبخ او اقوم اعمل اي حاجه. انا عايزه افضل نايمه على السرير، مش عايزه حد حتى يقول لي هاتي كوبايه ميه او اي حاجه. انا عايزه بس اقعد كده ايه على السرير مع نفسي، محدش يتكلم معايا. كنت خرجت الصراحه، خرجت واشتريت شويه حاجات بس ما لفتش كتير قوي. بس خرجت بقى وقعدت الف وكده. بس انا ماشي، ما لو لفيتي وتعبتي وكده رجلك اللي هتوجعك، هتبقي مصدعه كده. بس انا حاسه ان انا جسمي متكسر بجد، كأن حد ضاربني بجد يعني. مش قادره حتى اقوم اعمل حاجه. انا مصوره لكم الفيديو قبل ما انام. انا عايزاكم بقى تكتبوا لي كده في الكومنتات كلمه حلوه كده علشان ترجعوا لي الباور من جديد، لان انا بجد مش قادره ان انا اقوم اعمل اي حاجه. حاسه ان انا عايزه افضل لوحدي كده قاعده على السرير محدش يكلمني. عارفين انا يا دوب شطبت المطبخ بالعافيه، يعني عارفين كأن حد ضاربني وقال لي قومي يلا شوفي اللي وراكي. انا قايمه اشطب المطبخ واغسل المواعين بالعافيه بجد، ما كنتش قادره ان انا اقوم من مكاني. بس انا قمت، قلت ان كده كده الحاجات هتتراكم عليا، فبدل ما هعملها بكره فاقوم اعملها النهارده، لان الشقه عندي تضرب تقلب. انتوا مش عارفين ان التراب بيبقى في شقتي عامل ازاي، لان انا ساكنه على الشارع. الشقق الاوض كلها على الشارع، فطبعا التراب بيجي مهما كان، مهما انت قافله وقافله الستاير وقافله الألومنتال، الشبابيك وكده برضو بيدخل تراب، لان التراب الناعم دوت بيدخل من اي حاجه يعني. فانا الشقه عندي تضرب تقلب. فانا عايزه بقى ان انتوا تشجعوني كده، وتكتبوا لي في الكومنتات اللي انا اقوم بقى اشوف اللي ورايا، واصور لكم. انا حتى مصوره بجد والله بالعافيه، حتى قاعده بسجل لكم بالعافيه بجد، مش قادره خالص. مش عارفه ولا انا حتى مش عارفه اتكلم، حاسه ان انا تايهه كده. والله بجد، وعندي صداع على عيني، وحاسه ان عيني مزغلله، مش قادره بجد. انا عايزاكم بقى تشجعوني بقى وقولوا لي كلمه حلوه بقى في الكومنتات. ماشي، هستناكم. بعد بقى ما عملت الاكل وكده قمت شطبت. بصوا والله اعذروني بقى في الفيديو ده. قمت شطبت المطبخ بالعافيه وغسلت الرخامات والمواعين والبوتاجاز. وجيت كده وانا خارجه من المطبخ وبطفي النور، ببص كده على الارض. هي الارض نضيفه ما فيهاش حاجه، بس انتوا عارفين بقى، ميه وقعت منك هنا، فتافيت وقعت منك هنا كده. فبصيت على الارض كده، صعبت عليا الصراحه ان انا اسيبها كده وبقيت المطبخ نضيف. فقمت جبت بقى الشرشوبه ومسحتها كده مسحه سريعه، وشكرا دمتم بقى على كده. وشكرا بقى. حتى انا كنت عايزه اطلب اكل من بره، بس قلت لا بلاش، انا كده كده عايزه اعمل اكل يعني علشان البيت وكده. فقمت عملت طاجن باميه كده في السريع، هو ما خدش وقت يعني. فانا جايه علشان اشجعك، يعني اقولك حتى لو انت تعبانه مفيش حد حرفيا هيعمل الحاجه دي غيرك انت. فخلاص دي معلومه بقى اعرفيها. فيلا بقى قومي اتفضلي، يلا شطبي مطبخك وذاكري لاولادك واعملي اكلك وروقي شقتك. فمفيش حد هيعمل الحاجات دي غيرك، فالحاجات دي هتتراكم عليكي، فانت لازم اللي تعمليها. فقومي يلا اعملي ايه، اتفضلي واعملي وجباتك. فعايزه اقولك ان انا متجوزه يعني الحمد لله وكده، وما عنديش اطفال لسه، ربنا ما كرمنيش. لو وصلتي بقى معايا للمرحله دي ادعيلي في الكومنتات. وفي مسؤوليات كتير قوي عند الام اللي عندها اطفال كتير، ومش بس انها تنظفهم وتغسل لهم لبسهم، في مهام كتير جدا. فدي اصعب مراحل من اللي انا بتكلم فيها. يعني زمانكم بتقولوا ايه اللي انت بتتكلمي فيه ده دلع. يعني انا بكلم صاحبتي بتفضل تقولي انت بتدلعي يا بوسي عشان ما شاء الله عندها اولاد وكده، ربنا يحميهم يا رب، يرزق كل مشتاق. فانا والله مش بتدلع، كل مرحله وليها التعب بتاعها
بتاعها، وانت في مدرسة تعبانة، وانت في كلية تعبانة، وانت مخطوبة تعبانة، وانت متجوزة تعبانة. فكل مرحلة ليها التعب بتاعها، فربنا بقى بيدي الصبر على قد كل مرحلة وانت فيها، يعني فاهمين قصدي. فهنا بقى خلاص البامية كانت خلصت معايا، وابتديت اللي انا بقى اقمر كده العيش. انا بحب اكلها بالعيش وعليها عصرة ليمون. بس ابتديت بقى اللي انا احطها بقى في الاطباق اغرفها يعني. ودوت بقى يكون الاكل بتاعنا النهارده. بجد كانت طعمها حلو وكانت وحشاني جدا. ما صدقت ان احمد الصراحه قال لي خلاص اعملي لنا باميه. فانا الصراحه ما صدقت يعني. حطيت بقى الباميه في الطاجن بعد ما خدت كده غلوتين على النار، وحسيت اللي هي خلاص ابتدت اللي هي تستوي. حطيتها بقى في طاجن وحطيتها في الفرن مع اللحمه. انا اللحمه كنت مشوحه بصلايه، وحطيت اللحمه وشوحتها معاها، عملتها كده شبه كباب حله يعني. حطيتها كده، ولما ابتدت اللي هي تخش في سوا حطيت لها شويه ميه، وابتديت اللي انا احط عليها بقى الطماطم او الصلصه، ونزلت عليها بالباميه. خدت غلوتين وحطيتها في الطاجن، وحطيت عليها فصين توم مفرومين نيين، وحطيت عليها معلقه سمنه كده علشان تديها كده دسامه وطعمها يبقى حلو. وحطيتها بقى ايه في الفرن اللي هي ايه تتحمص كده وتستوي مع بعضها وبس. وبعد ما كان بقى شويه كده قال لي انا عايز اكل سندوتش حلاوه بالقشطه. ما كانش عندي توست، فكان عندي بقى العيش البلدي اللي السخن الحلو دوت. قمت بقى ايه عملت له كده سندوتش حلاوه بالقشطه سريع، وعملت لنا نسكافيه وبس كده. ده يكون اليوم بتاعنا النهارده، سهل جدا وبسيط. وهستنى بقى اللي انتوا تكتبوا لي كومنت حلو منكم اللي هو يشجعني بقى ان انا اقوم كده من مكاني واستعيد نشاطي من جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.